عمرك سمعت إن في أماكن المطر فيها عبارة عن إزاز أو حديد منصهر؟ ده موجود فعلا في كواكب تانية. كمل معايا الفيديو للنهاية عشان هقولك على حاجات بتحصل في الكون كل يوم وإحنا مش حاسين. طبعا انت عارف إننا عايشين على جزء صغير من الكون اسمه كوكب الأرض. الأرض دي يا صديقي جزء من نظام أكبر مكون من كواكب تانية بيدوروا حوالين الشمس. كل ده بنسميه المجموعة الشمسية اللي هي أصلا جزء من حاجة أكبر اسمها المجرة. يعني المجرة اللي عايشين فيها عبارة عن بلايين الكواكب والنجوم والأقمار والنيازك وغبار كوني ومادة مظلمة وليلة كبيرة. في الحلقة دي هنعرف مع بعض تفاصيل غريبة، وهوريك قد إيه الكون ده فيه أسرار كتير إحنا ما نعرفش عنها حاجة. يعني مثلا تعال نشوف مجموعتنا الشمسية موجودة في قلب مجرة اسمها مجرة درب التبانة أو الطريق اللبني، والاسم ده كان نتيجة لشكلها لما تبص لها بعيد عن أضواء المدن. هتلاقي شريط طويل أبيض باهت، العرب زمان كانوا بيشبهوه بالتبن المتبعتر، ومن هنا جاء اسم مجرة درب التبانة. جوه المجرة دي في حاجة اسمها ثقوب سودا، ودي أماكن بيكون فيها الجاذبية قوية جدا لدرجة إنها بتبلع أي حاجة حواليها، حتى الضوء نفسه ما بيقدرش يهرب منها. وواحد من أكبر الثقوب دي وحش كوني اسمه القوس A ستار. الثقب ده حجمه يساوي 4 مليون شمس زي شمسنا. تخيل إن الثقب ده لو في نجم عملاق قرب منه شوية يتفتت زي ورقة محروقة ويتسحب جواه ولا كأنه كان موجود. كمان الزمن حواليه بيتشوه والضوء نفسه بينكسر ويتلوى كأنه حزام مرن. تخيل لو كوكب الأرض في يوم من الأيام قرب من الثقب ده، إيه اللي هيحصل؟ كمان العلماء عرفوا يوصلوا لأول صورة للثقب الأسود بإنهم جمعوا تلسكوبات من دول مختلفة وركبوها كأنها كاميرا عملاقة، وبمساعدة الذكاء الاصطناعي طلعوا صورة عبارة عن دائرة سوداء في النص محاطة بهالة من النور المشتعل، صورة لشيء بيمثل الرعب الحقيقي في الكون. مش لازم نروح بعيد قوي عشان تعرف إن الكون ده عجيب. في مجموعتنا الشمسية نفسها في كواكب أغرب مما تتخيل، مثلا كوكب HD 189733b. الكوكب الأزرق الجميل ده من بعيد يبان شبه الأرض كده، لكن لو نزلت عليه هتلاقي عاصفة سامة بتمطر إزاز. قطرات مطر من الإزاز السائل بتتطاير أفقي بسرعة 7000 كيلو متر في الساعة. يعني اللي يقف هناك دقيقة يا هيتقطع شرايح يا هيسيح، حاجة من الاتنين. الغريب إن الكوكب ده قريب لدرجة إن العلماء قدروا يشوفوا لونه بالأقمار الصناعية واكتشفوا الجحيم الأزرق ده. وعندك كوكب تاني اسمه ووزب 76b، هناك المطر مش مية ولا ازاز، لا ده مطر حديد سائل. النهار هناك درجة الحرارة بتوصل ل 2400 درجة مئوية، الحديد نفسه بيغلي ويبقى غاز. الرياح بعد كده بتشيله لوش الكوكب اللي فيه ظل، ساعتها بيبرد ويتكثف ويرجع ينزل مطر حديد. تخيل كأنك قاعد تحت شمسية، وبدل ما ينزل عليك مية وتلج بينزل عليك حديد مولع. طيب نرجع لأرضنا، احنا قاعدين هنا مطمنين، بس في الحقيقة احنا مش دريانين عن الخطر اللي بيهدد كوكبنا. عشان المرعب ان في كويكبات وصخور فضائية بتلف حوالينا كل يوم. بس كوكب المشتري العملاق عامل زي الحارس الشخصي للأرض، وسبحان الله جاذبيته الضخمة بتسحب أغلب الكويكبات والمذنبات اللي كانت ممكن تبقى سبب في تدميرنا. وخليني أقولك على حاجة تخليك تحس قد إيه إحنا ولا حاجة قدام الكون. عارف سرعة الضوء 300 ألف كيلو متر في الثانية؟ لو طلعت من الأرض بسرعة الضوء هتاخد 4 سنين ونص عشان توصل لأقرب نجم بعد الشمس اسمه بروكسيما سنتوري. ياه، 4 سنين ونص بسرعة الضوء. أما بقى لو عاوز تطلع بره مجرة درب التبانة كده انت عاوز 100 ألف سنة ضوئية. اللي اتكلمنا فيه ده حاجات بسيطة، والكون مليان أسرار.
العلماء بيقولوا إن كل اللي شايفينه حوالينا من نجوم وكواكب ومجرات ما يمثلش غير 5% بس من الحقيقة. طيب والباقي 95% من الكون عبارة عن حاجتين غامضين: المادة المظلمة والطاقة المظلمة. المادة المظلمة دي مش بتتشاف ولا بتشع ضوء، لكن وجودها واضح من جاذبيتها، هي اللي بتشد المجرات وتخليها متماسكة كأنها شبكة خفية رابطة الكون كله. أما الطاقة المظلمة فهي أقوى وأغرب، قوة غير مرئية بتزق الكون كله عشان يتوسع بسرعة أكبر وأكبر، كأن في إيد خفية بتبعد المجرات عن بعض. كده احنا قاعدين في كوكب صغير في زاوية من مجرة، ومش فاهمين غير 5% بس من اللي بيحصل حوالينا، والباقي 95% من الحقيقة لسه لغز بيطارد العلماء لحد النهاردة. يعني بالمعنى الحرفي احنا نقطة صغيرة من مجرة، والمجرة دي واحدة من بلايين المجرات، كل واحدة فيهم فيها بلايين النجوم والكواكب زي كواكبنا المعروفة. يبقى في احتمال اننا نكون مش لوحدنا في الكون ده. العلماء لحد النهاردة بيدوروا على اي اشارة حياة، بس الصمت رهيب والإجابة صفر. يمكن يكون في حضارات تانية، كائنات تانية، يكون في ناس شبهنا أو نوع ما يشبهناش، ويمكن نكون فعلا لوحدنا. بس في الحالتين السؤال مرعب، بس الإجابة عليه ببساطة هي ما نعرفش. أيوة ما نعرفش، عشان حتى لو في حياة تانية صعب جدا نوصل لها في الكون الواسع ده. وفي الآخر بنتعلم من كل ده تواضع غريب، عشان مهما كبرنا ومهما اخترعنا احنا مجرد ذرة في بحر لا نهائي، والذرة دي عندها فرصة صغيرة تعيش وتفكر وتدور على الحقيقة. لو وصلت معايا لحد هنا تبقى من مشاهدين المميزين. اكتب لي في الكومنتات تحب تعرف ايه تاني عن أسرار الكون وخباياه، أو أي موضوع حابب نتكلم فيه.